عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احسن الظروف. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال العشيه. غادي نشارك معكم واحد البسبوسه، وغادي نشارك معكم هكا العشاء ديالي وصافي. غادي نشارك معكم الطق ديالي تقديت باش غادي نوجد البسبوسه وباش غادي نوجد العشاء، وانتم معايا. متنساونيش من اللايك ديالكم، الله يجازيكم بخير. دعموني باللايكات والبارطاج وهادشي اللي كاين. المهم ما نطولش عليكم، انتم معايا. ندوز نشارك معكم التقديه باش عاد غادي نبداو نوجدوا البسبوسه ديالنا. يلا بقاو معايا حتى الفيديو. واللي نسات اللايك دير لايك، الله يجازيكم بخير. غنشارك معكم التقديه اللي ناقصاني في الدار شريتها. كما كتشوفوا انا شريت 5 دراهم ديال الكوك، شريت باكيه ديال الملحه ما بقات لياش الملحه، واحد جوج خمارات باش غادي نشارك معكم بسبوسه، شريت سطيل ديال الشكلاط الفطور ولا الكوتي، وشريت هنا قبيطه ديال القزبر ومعدنوس مخلطه، شريت 2 كيلو ديال التين ديال الماكله ولا العصير، يصلح حتى العصير ولا الماكله. شريت 25 درهم ديال الكفته باش غادي نوجد واحد الطويجن ديال الكفته بمطيشه. 25 درهم ديال الكفته كافياني البنات للعشاء. شريت كيلو ديال الحمص غادي نرطبو، غادي نبيتو ليله كامله في الماء كيترطب، وغادي نفرقو في البلاستيكات ونديرو في الكونجيلاتور. الا بغيت نطيب الكسكسو ولا بغيت نطيب الحريره كنلقاه عندي واجد. وشريت نص كيلو ديال الحامض ولا السيترون، وشريت كيلو ديال مطيشه، شريت غير هاد الرقيقه غادي نطيبها مع الكفته. انا عندي مطيشه مازال ليا في الثلاجه، هذيك غليظه غادي نخليها للشلاضه. ومطيشه غلات البنات والله العظيم الا غلات، كانت رخيصه كدير غير 4 دراهم 3 دراهم ونص، دابا ولات كدير 7 دراهم 8 دراهم. غير هاد الرقيقه انا شريتها ب5 دراهم. وهنا الديسير شريت كيلو ديال المنداري، كيلو ديال التفاح، وكيلو ديال البنان. الديسير ضروري خص يكون عندي في الدار حقاش فرح كيعجبها التفاح والبنان، وكنعطي لها حتى كتديه مع المدرسه. بطبيعه الحال هاد الديسير كامل ما غاديش ناكلوه في مره واحده، راه غيدوز لي واحد 5 ايام ولا 4 ايام. المهم البنات بلا ما تبقاو تنمروا عليا، كاينين شي وحدين الله يهديهم كيبقاو كيتنمروا. المهم داك الفيديو السابق اللي شاركت معاكم ديال اللحوم، بزاف اللي بقاو كيتنمروا، لا واه انت جيعانه، لا واه كتشري داكشي قليل، لا واه غير كطلع عليه. اختي انا كافيني بالنسبه 25 درهم ديال الكفته كافياني نتعشى بها ويقدر يشيط لي منها. 5 دراهم ديال الكوك نقدر نزوق بها حتى 6 7 ديال المرات البسبوسه ولا الكيك. المهم اختي انا كنمشي على قد الميزانيه ديالنا، وكنمشي على قد الجيب كما كيقول، ما كنكلفش على راسي. هنا كما شفتوا صافي استفدت الديسير ديالي في الشبيكات. هنا التين المنداري والبنان والتفاح ما غاديش نغسلهم، غادي نخليه باش ما كيفسد لياش. كنغسل غير التين والليمون ومطيشه وقزبر ومعدنوس. المهم غادي نطرف هكذا التقديه ديالي ونرجع معكم باش غادي نوجدوا البسبوسه ديالنا. يلا بقاو معايا. صافي انا ملي طرفت التقديه ديالي غادي نبدا نوجد معكم البسبوسه. غادي نحتاج لها واحد القشره ديال الحامضه محكوكه، قبيصه ديال الملحه، 5 ديال المعالق ديال التين معصر، و3 ديال المعالق ديال السيترون ولا الحامض، 3 ديال المعالق ديال الزيت، 2 ديال البيضات، وعندي 3 ديال المعالق ديال السميده ديال الحرشه ولا السميده باش كنصوبوا البغرير، 3 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض، و3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. هاد البسبوسه كتمشي غير 3 انا غير التين بقى ليا قلت بلا ما يضيع درت 5 ديال المعالق، زدت 2 معالق. نتوما ديروا غير 3 راه كتجي زوينه وكتجي هي هذيك. جبت واحد البول غادي نبدا نخدم فيه، وضعت فيه 2 ديال البيضات، غادي نزيد فيه داك 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده مع القبيصه ديال الملحه، ونبدا نخلط مزيان. ضروري من داك القبيصه ديال الملحه باش كنصحوا الذوق. وغادي نزيد القشره ديال الحامضه محكوكه ونخلط مزيان حتى كيندمجوا لي يندمجوا لي داك العناصر. وغادي نزيد عليهم 3 ديال المعالق ديال زيت المائده، ونخلط مزيان حتى كيتخلط لي البيض مع الزيت، وكنمشي بالتدريج وانا كنزيد المقادير وانا كنخلط. وهنا غادي نزيد 3 ديال المعالق ديال السيترون ولا الحامض. راه ما كتجيش هاد البسبوسه حامضه، كيجي فيها غير لوغو ديال الحامض، كتجي زوينه بزاف. وغادي نضيف 5 ديال المعالق ديال التين معصر. تقدروا تعوضوا القشره ديال الحامض بالقشره ديال التين، المهم الاختيار كيبقى ليكم. وغادي نوضع 3 ديال المعالق
ديال الدقيق الابيض يكونوا مقببين مزيان. هنا الدقيق انا عندي راه مغربل من قبل، ونخلط مزيان حتى كما كيبقاوليش داك التكتلات ديال الدقيق، باش عاد غادي نزيد السميده. صافي غادي كما شفتوا غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال السميده مقببين مزيان. هاد البسبوسه كتمشي غير 3 3 3. وغادي نزيد داك الخماره كيماويه ولا بيكين باودر. صافي ونخلط مزيان حتى ما كيبقاوليش التكتلات ديال السميده وديال الخماره. وانا كما شفتوا هذا هو القوام ديال البسبوسه ديالنا، ما كتكونش خفيفه ما كتكونش ثقيله بزاف، كتجي خفيفه. هاد البسبوسه ملي كطيب كتجي بحال الكيك تماما. هنا انا خدمت طيبتها في هذا المون ديال الجزاج، وانتم في اي مون عندكم ديروها في اي مون، دهنوه بالزبده ورشوه بشويه ديال السميده، وغادي ندخلها في فران بارد. تكون العافيه ماشي مجهده ماشي قليله، البسبوسه ما كنقللوهاش بزاف. هنا غادي نبدا نصوب السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه ديالنا. عندي 3 ديال المعالق ديال التين، 3 ديال المعالق ديال الماء، و3 ديال المعالق ديال الحامض. عندي 3 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده باش كنهرسو داك الحموضه. صافي وغادي نديرهم في واحد الكاسرول ولا طنجره صغيره، وغادي نخلط على البارد مزيان حتى يذوب لي داك السكر سنيده، باش عاد غادي نشعل عليهم النار ونخليهم يغليو مزيان حتى كيبدا يعقد شويه. كما شفتوا كيولي بحال الكوفيتير، ما كنخليوهش خفيف بحال السيرو اللي كنسقيو به لاجينواز ولا صافي ونخليه حتى كيبرد. هنا كما شفتوا خرجت البسبوسه ديالي جات رطبه 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 هشيشه بحال الكيك. غادي نثقبها غير واحد شويه وغادي ندهنها كما شفتوا بداك السيرو اللي حضرت. هنا راه كيجي شويه ثقيل بحال العسل ولا الكونفيتور، ونبدا نسقي به داك الوجه ديال البسبوسه ديالنا وانا كندهن. كيجي فيها داك اللوغو ديال الحامض مع ديال التين، كتجي رائعه وفيها واحد الرويحه طالعه وانا كندهن غزاله. هنا صافي غادي نبدا نزوقها بالكوك. غادي ندير غير خطوط ديال الكوك، وإلا عندكم حتى الكاوكاو مهرمش ولا الكاوكاو مطحون كديروا الخطوط دي هكا وكتعاكسوا بالكاوكاو. كيتواتى الكاوكاو مع الكوك وكيجي زوين بزاف، كتجي زوينه. انا المهم زوقتها غير بالكوك اقتصاديه كطيح هاد البسبوسه. وغادي نقطع لكم واحد الطريف كما كتشوفوا غتشوفوه معايا كيفاش كتجي زوينه بزاف وكتجي غزاله وهشيشه هشيشه جات رطبه. صافي هنا كما شفتوا هذه هي البسبوسه ديالنا. الصراحه تستحق تجرب، جات غزاله جات زوينه وجات رطبه وما جاتش عاليه بزاف. انا ما كنبغيش البسبوسه تجيني عاليه باش ما كتجيش كتقهم هكذا. المهم هذا هو القياس اللي كتعجبني فيه البسبوسه. هنا هذه هي الطبيله ديال الكوتي ديالنا، الله يدومها نعمه ويحفظها لي الزوال يا ربي. هنا غادي كما شفتوا وجدت واحد البريد ديالها تاي بالشيبه، وغادي ندير الكوتي ونرجع معكم باش غادي نكمل معكم الفيديو ولا غادي نوجد معكم العشاء ديالنا. يلا بقاو معايا. صافي منين درت الكوتي وطرفت داك المويعنات وغسلتهم وحكيت مطيشه حتى هي، غادي نبدا نعطيكم المقادير باش غادي ديال العطريه ولا التتبيله باش تبلت الطاجين ديال الكفته. استعملت معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الثومه، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. انا هنا راني مغلبه المعدنوس، كيعجبني المعدنوس يكون غالب في الكفته. ودرت ثمن واحد ربيع كاس ديال زيت المائده. انا غادي نبدا نوجد الطواجن ديالي كيطيب حدايا، وانا غادي نبدا نوجد الديسير ديالنا اللي غادي واحد سلطه فخوي اللي اقتصاديه حتى هي كطيح البنات وزوينه بزاف. كتجي الصراحه حتى الوليدات هكذا كتعجب الكبار والصغار، الصراحه زوينه كتجي واقتصاديه. عندي جوج ديال غادي نستعمل غير جوج ديال التفاحات وجوج التشينات وجوج بنانات فقط. هذا وكتخرج كميه كثيره، تقدر تخرج الكميه حتى 6 5 ديال الاشخاص. صافي هنا منين نقيت داك جوج تفاحات غادي نبدا نقطعهم غير مربعات صغار. غادي نقطع التفاح ديالي كامل ونرجع معكم باش نكملوا التحضير ديال الديسير ديالنا.
هكذا كنقطعوه غير رقيق. هنا قطعت التفاح ديالي وعصرت عليه واحد نص حامضه باش ما يكحلش. هنا هاد البنانه كلات منها فرح نص وبقات ليا، قلت علاش غتبقى تضيع، زدتها حتى هي. ما ديروا غير جوج بنانات راهم كافيين صافي. ونبدا نقطع حتى داك البنان كنقطعو مكعبات صغار ولا مربعات صغار، نقطعو غير رقيق كما كتشوفوا غادي نقطعو. المهم غادي نستمر بحال هكذا حتى كنقطع البنان ديالي كامل، وغادي نرجع معكم باش غادي نكمل معكم التحضير ديال هاد سلطه فخوي هاد. صافي هنا كما شفتوا كنقطع وانا نديرو في داك البول، وكنبدا نخلط في نفس الوقت باش كيتلبس لي بداك الحامض وباش ما كيكحالش. هنا ملي قطعت داك البنان والتفاح غادي قطعت التينه الاولى، وغادي نوريكم كيفاش كنقطع التينه الثانيه. انا هاد التين هذا خرج لي زوين، فيه هكذا نقيطات حمرين صراحه جا زويون، لا في المنظر وحتى المذاق حلو يا البنات، صدق حلو غزال. صافي غادي نبدا نحيد غير داك اللب الدخلاني، ما كنحيدلوش داك القشره البرانيه كنحيدها. الا خليتها راه ما كتبغيش تاكلوا ليا فرح، كيجيها فيها داك القشره ما كتبغيش تاكلوا. غادي نستمر بحال هكذا حتى كنحيد داك اللب ديال التينه ديالي كامله، ونرجع معكم باش نقطعوا مربعات. صافي هنا منين نقيت التينات ديالي بجوج ولا حيدت لهم غير داك اللب، والطواجن ديالي راه كيطيب حدايا داك لاصوص، غادي نقطعوه حتى هو مربعات غير صغار، وغادي نستمر بحال هكذا حتى كنكمل التين ديالي كامل كنقطعو مربعات صغيورين حتى هو ونرجع معكم. صافي ملي قطعت التين ديالي غادي نديرو حتى هو في داك البول، وزدت عليه واحد التينه معصره، وغادي نزيد جوج معالق ديال السكر سنيده غير باش كنهرسو داك الحموضه ديال داك الليمون اللي درت في الاول، باش ما كيجيناش هاد السلطه فخوي ديالنا حامضه. وإلا ما استعملتوش التين الليمون الحامض، استعملتو غير التين بلا ما تضيفوا السكر، راه الديسير ديالنا حلو. هنا منين طاب لاصوص ديالي طفيت عليه، وغادي نكور داك الكفيته كامله كويرات صغار كما كتشوفوا، يكونوا غير كويرات هكذا صغار، وانا كنستف في الطاجين حتى كنكور الكفيته ديالي كامله، وعاد كنشعل عليه البوطه باش كطيب لي في تقدا وحده. المهم ماشي كتجيني شي طايب شي ما طايبش. المهم انا هذه هي طريقتي في التحضير ديال الطاجين بالكفته، وكلها وطريقته كتبقى بطريقه مختلفه كلها وكيفاش كيحضرها. المهم غادي نستمر بحال هكذا حتى كنكمل داك التكوار ديال الكفته ونرجع معكم. هنا شعلت على الطويجن ديالي صافي، غادي نخليه حتى يطيب، وغادي نقلب داك الكفيته. وهنا داك سلطه فخوي ديالي غادي نبدا نفرقها في الكويسات اللي غادي نقدمها فيهم. هنا كنبقى ندير كل كويس فيه هكذا جوج ديال المغرفات. انا عندي هاد المغرفه غير صغار تبارك الله، راه كتخرج الخير والبركه غير بجوج تفاحات بجوج لتينات وبجوج بنانات. انا قلت لكم تخرج لكم تبارك الله، خرجت لي انا 5 ديال الكويسات وشاطلي منها، كما كتشوفوا جاو عامرين. صافي هنا غادي الطاجين ديالي طابت داك الكفيته، غادي نزيد عليها 3 ديال البيضات، واللي ما كيبغيش البيض يقدر ما يزيدش البيض. وغادي نشد عليهم ونخليهم بلا ما نحرك الطاجين ديالي، كنخليه غير هكذا كيطيبوا داك البيضات من الفوق. غادي نغمق عليهم بالغطايه ديال الطاجين حتى كيطيبوا، ونرجع معكم باش صافي منين طاب ليا الطويجن ديالي. هنا غادي نخلط الشليضات اللي غادي نرافق بها الطاجين. درت واحد الخياره، حبه ديال المطيشه، وشويه ديال المعدنوس. غادي ندير نص معلقه ديال الملحه، وواحد جوج معالق ديال زيت المائده، ولا بغيتو تعوضوا زيت المائده بزيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار. وغادي نخلطها مزيان ونبدا نفرقها كما كتشوفوا في الطبيصلات. صافي والعشاء ديالنا هي وجدات، بقى لنا غير نقدموا العشيوه ديالنا. هكا هاد الوجبه تجي العشاء ولا الغدا خفيفه. وهذه هي العشيوه ديالنا، الله يدومها نعمه ويحفظها يا ربي للزوال. كنقول لكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير، من الاقتراحات ديالكم. الا بغيتو تقترحوا عليا شي حاجه نشاركها معاكم
وغادي نقول لكم استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراكات ديالكم. الله يجازيكم بخير، وبارطاج، عاونوني بارطاج.